مدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ركزت على محاربة الشرك الشعائري وما رأته من الاختلال في قضايا البدع. فهنالك من جعل مجرد اختيارات الإمام أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وما رآه الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقط هذه المحطات الأربعة هي عنوان للانتماء إلى السلف الصالح. هؤلاء أعلام هدى، ولكنهم ليسوا وحدهم الذين يعبرون فقط عن منهج السلف الصالح. فهذا خلل في هذا المفهوم بني على أن القضايا التي أثيرت في تلك العصور من محاربة الشرك، من مواجهة البدع، من الحديث عن الفرق، هو فقط العنوان لقضية السلف والسلفية، أن السلف الصالح عاشوا قضايا عصرهم وتحديات زمانهم، فليس من السلف الصالح والانتماء إليهم في شيء أن يستدعي الإنسان معارك التاريخ وأن يغفل عن معالجة قضايا العصر وإشكاليات الزمان. أخ عبد الرحمن يسأل كثيرا ما ترتبط السلفية المعاصرة بشخصي ابن تيمية وابن القيم وكتاباتهما، لماذا؟ ابن تيمية وابن القيم من أعلام الهدى ومن الأئمة الكبار الذين قادوا حركة تحررية في موضوع الاجتهاد ونبذ التعصب ومحاربة الخرافة والبدع ونحو ذلك. أما أن نعتبر التمركز بالنسبة للسلف الصالح جميعا فقط عند هذين الإمامين، ومن قبلهما الإمام أحمد ومن بعدهما الإمام محمد بن عبد الوهاب، على جلالة قدر هؤلاء الأئمة، فهذا خطأ ليس صحيحا. فهؤلاء من أعلام الهدى، لهم ما لهم، عليهم ما عليهم، اجتهدوا، أصابوا في الكثير، وهم إن شاء الله بين أجري الإصابة وبين أجر الخطأ الواحد كسائر أعلام الأمة. هم أيضا وقعوا ضحية بين المغالين في التعصب لهم والمغالين في التعصب عليهم. وأنا أعتقد أن الإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم هم من أكثر العلماء الذين أنصفوا التصوف والمتصوفة. ابن تيمية له مجلدان، التصوف والسلوك، وابن تيمية ابن القيم في مدارج السالكين كتب كتابا عظيما وهو في قمة عطائه الروحي، ومن آخر ما ألف وكتب كيف التمس المعاذير للإمام الهروي ويستدرك عليه بعض المسائل وينصفه ويقول العصمة لم تضمن لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. المشكلة أننا لا نتأسى بابن تيمية وابن القيم في منهجهما، وإنما نتأسى بهما في جزئيات أقوالهما، أي أننا نريد أن نثير القضايا التي أثارها الشيخين وقد لا يكون لهما مقتضى في عصرنا. وهذه هي مشكلتنا بين السلفية الحزبية وبين سلفية المنهج. إن الاقتداء بابن تيمية أن نتصدى لقضايا عصرنا كما تصدى ابن تيمية لقضايا عصره، لا أن نردد ذات الأقوال. ولذلك هذا هو المنهج الذي ابن تيمية قدمناه على أنه الذي يشهر سيفه في وجه المخالفين، لكن لم نقدمه ذلك الإمام الرباني الذي كان يحيي ليلته ويقعد بعد صلاة الفجر ويتعبد حتى يتعالى النهار ويقول هذه غدوتي لو لم أفعلها سقطت قواي. هذا الرجل بهذه الروحانية المشرقة، وقد كتبت بحثا أسميته صفحات مطوية من حياة شيخ الإسلام.